13/2014 المقرر عقدها بتاريخ 14 أبريل. ثانيا، اختار المجلس بالرسالة الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها خطاب معالي وزير المالية بشأن ارتباط معاليه خارج البلاد على مدار شهر أبريل 2015 تم تحديدها مسبقا مع جهات ومنظمات دولية، وسيتواجد في مملكة البحرين يومي 14 و28 أبريل، والذي يتزامن مع انعقاد جلستين اعتياديتين لمجلس النواب. ثالثا، اختار المجلس بالرسالة الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن تغيير بعض أصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن الهيئات والأجهزة الحكومية أمام السلطة التشريعية. البند الثالث، الأسئلة. أولا، رد سعادة وزير المواصلات والاتصالات على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد سلمان الأحمد حول الشركات المنضوية تحت شركة ممتلكات، مؤجل من الجلسة العادية 15 التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ محمد الأحمد، تفضل. شكرا الأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للأخ الوزير على إجابته التي شملت في الواقع أغلب الأسئلة التي وجهتها له، وكانت مدعمة بالأرقام، وجزاه الله خير. زودنا بكل الحسابات الختامية التي طلبناها، ولكن رغم أن الأجوبة لم تكن مباشرة إلا أن المضمون كان يتضمن ما سيعرض عليكم في جلسة اليوم. وأنا الأخ الرئيس لدي عرض أتمنى أن يكون أخوة في الأمانة العامة. نعم، اليوم نتكلم عن شركة ممتلكات البحرين القابضة. أيها الأخوة والأخوات أصحاب السعادة، شركة ممتلكات البحرين القابضة طبعا هي شركة أسست بمرسوم ملكي من جلالة الملك عام 2006. هذه الشركة يا أخوان تتضمن تحتها جميع الشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة أسهما فيها. على سبيل المثال للحصر، شركة ألمنيوم البحرين ألبا، شركة حلبة البحرين الدولية، شركة البحرين لمطحن الدقيق، شركة إدامة، وأيضا شركات تمتلك الحكومة أسهما فيها مثل بنك البحرين الوطني، مثل شركة البحرين للترفيه العائلي، منتجع العرين، شركة منتجع الزلاب، شركة تطوير، إلى آخره من الشركات، وهي عبارة عن 38 شركة مفرزة حسب النسب التي تمتلكها الشركة. أسست هذه الشركة يا أخوان عام 2006، ونحن الآن نتحدث عنها بعد 10 سنوات من إنشائها. أسست عام 2006 من أجل أن تكون الذراع الاستثماري لمملكة البحرين، من أجل تعزيز ما نطمح له جميعا، وهي الإيرادات غير النفطية. ولكن لنرى آخر تصريح للشركة، ونبدأ من حيث انتهوا هم. آخر تصريح يقول أن الشركة حققت أرباحا تساوي 109 ملايين، ولكن نريد أن نرى حقيقة هذه الأرباح وحقيقة الوضع المالي للشركة، إذا تسمح لي بس. بعد. نعم، في العام الحالي وصلت أرباح الشركة 109 ملايين دينار، ولكن نسأل أنفسنا، هل ستدخل هذه الأرباح ميزانية الدولة؟ منذ عام 2006 وحتى الآن هناك أغلب الشركات تتكبر خسائر، ولم تكن سوى شركة ألبا هي التي لديها أرباح. أرجو أن وأنا أتكلم إذا سمحت لي. نعم، بعد اللي بعده. في خلال 10 أعوام الماضية وجدنا أن الأرقام تحسنت أوضاع بعض الشركات قليلا، ولكن أرباح الشركة لم تدخل في ميزانية الدولة منذ عام 2010، وهذه أول حقيقة أضعها أمامكم، الموضوع الذي يستحق وقفة جادة منا جميعا،
أن شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تمتلك كل الشركات الحكومية لم تدخل ولا 100 فلس واحدة في ميزانية الدولة. حرم المواطن من أموال الدولة والأموال العامة غير النفطية على هذه مدى السنوات الماضية. السؤال الذي نطرحه: لماذا لم تدرج هذه الأموال؟ سألت سعادة الوزير عن حجم قروض شركة ممتلكات. اكتشفنا أيها الأخوة أن شركة ممتلكات وضعها المالي الآن هي مديونة كما هي الدولة بالضبط. يقول سعادة الوزير في الإجابة أن الديون وصلت إلى 560 مليون دينار كما نقلت الصحافة وقرأتم جميعا. ولكن أقول أن هناك نقطة فاتت على الصحافة وأتمنى تعديلها في نشرة الغد. بعد الجدول هناك فقرة أخيرة تقول: إضافية، وقعت شركة ممتلكات على 500 مليون دولار أمريكي قرض في ديسمبر 2014، وهذا القرض هو إضافي على مجموع 560 مليون دينار، أي نحن الآن نتكلم عن أكثر من 740 مليون دينار، ما يعادل $2 مليار هي قروض شركة ممتلكات. عندما سئل الوزير السابق عن هذه القروض لماذا ستؤخذ، أجاب الوزير أن هناك أكثر من 20 مشروع ستدخل فيه ممتلكات. 20 مشروع، هذا أعتقد عام 2009 أو 2010. ولكن يا أخوان لم تحقق الشركة ولا مشروع من هذه المشاريع. أيضا نسأل لماذا شركة ممتلكات منذ إنشائها حتى الآن حولت كل أرباحها بدون استثناء ولا مبالغة إلى شركة طيران الخليج. القروض التي وقعها المجلس لشركة طيران الخليج والاعتمادات الإضافية كلها التي وقعها المجلس، هناك بوابة خلفية استخدمت للضخ في طيران الخليج لإعطاء صورة أن طيران الخليج الآن شركة ربحية، والواقع أن البحرين وشركة ممتلكات أصبحت مديونة بمبالغ طائلة، وأصبحت الشركة سمعتها في الحضيض بسبب شركة طيران الخليج، رغم أن 7 شركات استشارية أوصت بإغلاق شركة طيران الخليج وإيجاد شركة جديدة تقوم بالربحية وتكون على مستوى سوق المملكة. الأدهى والأمر يا أخوان، إذا تسمح لي في السلايد اللي بعده، كم بلغت القروض التي منحت لشركة طيران الخليج منذ عام 2006 وحتى الآن؟ أنا أعتقد أن هذا الرقم هو يعادل ميزانية الدولة بأكملها. هناك رصد كامل يا أخوان أمامكم حول حجم القروض التي منحت لشركة طيران الخليج، ما يعادل $2 مليار كلها وبكل السنوات، تارة من الحكومة باعتمادات إضافية، وتارة قروض من الشركة ذاتها، وقروض شركة ممتلكات بالكامل ضخت في شركة طيران الخليج. والآن يقولون لنا أن شركة طيران الخليج أصبحت وضعها طيب، وضعها سليم، والنتيجة لما تطالع الحقيقة وتدخل للواقع تجد أن كل اللي صار هو قروض في قروض. أكثر 700 مليون هي أكثر من عجز الميزانية بأكملها. وهذه يا أخوان أمر خطير أنا أضع أمام مجلسكم الموقر اليوم، لأن هذه الشركة كان يفترض فيها أن تكون شركة بالفعل قابضة، عبارة عن حوت في السوق يزيد من الاستثمارات ويزيد من الإيرادات غير النفطية، ولكن أرى أن هذا الحوت يحتضر، وأن هذه الشركة الأرقام تدل أنها لم تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، بل أصبحت عالة على مملكة البحرين. الآن الشركة يا أخوان لا أبالغ إن قلت أنها لن تدخل، الوزير قال في إجابته، أخونا الوزير قال في إجابته أن الشركة لن تدخل إيرادات في الميزانية هذه السنة،
وأنا أقول لكم يا أخوان أن إيرادات الشركة ولا بتدخل بعد 20 سنة قدام يمكن، بسبب هذه القروض، بسبب السياسة التي اتبعت خلال ال10 سنوات الماضية. أيضا يا أخوان موضوع مهم، الآن الشركة بتدخل في استثمارات جديدة حسب ما أقر مجلس الإدارة وصرح به الأخ الوزير الذي نكن له كل الاحترام والتقدير. هناك 4 مصانع جديدة للإطارات والكيبلات والمواد الصلبة، وهذه بالفعل هو مشروع جيد ونحن نؤيده. ولكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن المشاريع الجديدة اللي بتدخل فيها ممتلكات أيضا راح تكون بقروض وليست بأرباح. ليش بقروض يا أخوان؟ الآن ممتلكات أصبحت مثل المواطن اللي يروح بنك التنمية يقول لهم يا جماعة أنا عندي مشروع ومشروع زين وإن شاء الله بيحقق لي أرباح وأتمنى توافقون عليه وتعطوني القرض. مو لأن شركات ممتلكات سمعتها المالية طيبة أو عندها قوة مالية. هذه الطريقة اللي بتتبع بضمان حكومي وليس بضمان مالي. الشركة الآن مديونة 700 مليون دينار، وهذه موضوع خطير يا جماعة أثر على كل هذه الشركات. وأنا أقول لكم رجعوا لميزانيات السابقة 2005 و2006 قبل إنشاء الشركة، كل الشركات الحكومية وبعضكم يدري أنها كانت تدخل في ميزانية الدولة. شركة ممتلكات حرمت المواطنين جميعا من إيرادات غير النفطية، وأصبحت تخنق المواطن في هذا الموضوع، والإيرادات غير النفطية وصلت إلى 86%. ليش وصلت إلى 86%؟ لأن الإيرادات غير النفطية أصبحت معدومة بسبب سوء الإدارة المالية لهذه الأمور. يا أخوان الموضوع الأمر شركة إدامة. شركة إدامة في عام 2010 و2011 خسرت مبالغ مالية طائلة، خسرت مبالغ طائلة. راح أقول لكم شنو السبب في هذه الخسارة. هي شركة عقارية طبعا، تعلمون أن شركة إدامة هي شركة الذراع العقارية لمملكة البحرين، تملك الأراضي اللي تملكها مملكة البحرين. ولكن هناك أرقام في عام 2011 و2010 خسرت الشركة تقريبا في عام 2011 209 مليون، وقبلها خسرت 31. نسأل سؤال، لماذا خسرت شركة عقارية مثل هذه المبالغ الكبيرة؟ هناك مجموعة كبيرة من الأراضي أخذت من شركة إدامة وأرجعت إلى جهة قد تكون حكومية، لا توجد لدي معلومات. أرجعت أراضي بمساحات كبيرة تقدر قيمتها بهذه القيمة إلى الحكومة، لا نعلم السبب ولا نعلم بأمر من، وهذه مبالغ كبيرة لا نستطيع أن نتفرج عليها، خاصة أن شركة عقارية مثل إدامة ليس لها أرباح. احنا نستغرب أن شركة عقارية تمتلك الأراضي الحكومية وهي اللي تدير أموال الدولة في العقارات ما لها أرباح. يا أخوان طالعوا السنوات كلها، الجداول كلها تقول لكم أن هذه الشركة ما لها أرباح. هذه شركة من إحدى الشركات الثانية. تكلمنا عن شركة طيران الخليج، وأنا أقول لكم اليوم أن تقرير ديوان الرقابة المالية بعد هذه الأموال اللي ضخيناها كلها في طيران الخليج يتكلم أن الشركة يعني من المؤسف بل أن يعني المأساة صراحة أن بعد كل المعاناة اللي عاناها مجلس النواب مع شركة طيران الخليج لا زال تقرير ديوان الرقابة المالية يقول لك هناك سوء إدارة وهدر في الأموال وسوء في المشاريع والمناقصات. المبالغ اللي على شركة طيران الخليج هذه التقرير الحالي اللي بنناقشه يا جماعة 16 مليون دولار، هذه بالدولار، ومليونين و479 يورو و461 ألف. عاد حسبوها انتم كم يا جماعة. هذه كلها بسبب سوء إدارة الأموال في شركة طيران الخليج، وهذه أيضا إحدى الشركات. أيضا شركة ألبا. شركة ألبا هي الشركة اللي تكاد الوحيدة اللي تحقق ربحية، أيضا وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية الحالي. احنا نسأل شركة ممتلكات اللي يفترض فيها تراقب مجالس الإدارات كلها وتراقب الربحية، وينها من اللي قاعد يستوي ذي كلها؟ وينها من هذه الأموال المهدرة؟ وينها من مجالس الإدارات اللي ما قاعدة تحقق ربحية؟ إلى متى سيستمر الوضع
في شركة ممتلكات إلى هذا الوضع المأساوي. المواطن يسأل هذه الشركات التي كان يفترض فيها أن تدخل أموالها في ميزانية الدولة نراها أخذت كلها ووضعت في شركة طيران الخليج. يا جماعة، شركة طيران الخليج اللي أنا أخسر عليها $2 مليار، ما كان بإمكاني أن أنا أبني شركة متواضعة تحقق أرباح بناء على استشارات كثيرة من جهات متخصصة؟ لمتى أنا بستمر أضخ في طيران الخليج؟ لمتى بتم أضيع أرباح أموال الشعب بهذه الطريقة؟ شركة طيران الخليج ترى هي شركة واحدة، صحيح أن نحتاج شركة طيران ولكن مو بهذه الطريقة. أرباح البلد أرباح غير نقدية ضاعت بسبب طيران الخليج. وأنا أقول لكم بعد يا جماعة، قسما بالله أن أحد المسؤولين قال لي ولا عقب 10 سنوات شركة طيران الخليج بتصرح أوضاعها، وفي الميزانية اللي بتيكم أيضا في دعم لطيران الخليج، أيضا راح نضخ من ميزانية الدولة لطيران الخليج. زين ليه متى بنضخ لطيران الخليج؟ أنا بصراحة يا أخ محمد لا تستعجل بس. أنا ما علي أستعجل، بس مواضيع مهمة إذا تسمح لي معالي الرئيس كلمتين وأعطي معالي الوزير سعادة الوزير يجاوب إن شاء الله. تفضل. أيضا يا أخوان، الشركات الأخرى اللي ذكرناها تدخل الآن الشركة في استثمارات. ماذا لو خسرت الشركة في الاستثمارات الجديدة؟ أنا سألت وجهت سؤال للمسؤولين وقلت لهم الآن أنتم تجازفون بأخذ قروض وليست أرباح بدخول في استثمارات جديدة. زين ماذا لو خسرت هذه الاستثمارات؟ أيضا من وين راح تجي مجلس النواب تطلب منا اعتمار إضافي لدعم ممتلكات؟ الحين هم يتكلمون عن وقف علاوة الغلاء ووقف علاوة السكن. خلي يعالجون هذه الأموال، خلي يعالجون الهدر. لما نقول هدر في أموال الدولة يردون علينا في الصحافة لا ما في هدر، هذه أخطاء. أي أخطاء يا جماعة؟ 700 مليون قاعدين نتكلم عنها، 2 مليار دينار، شيء مؤسف. 2 مليون دولار عفوا، شيء مؤسف. أنا يعني هذه نبذة بسيطة، وأيضا عندي المزيد لكن أترك المجال للأخ الوزير عشان يعقب. شكرا لأخ محمد. سعادة الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أني أشكر سعادة النائب على حماسه، وأنا متأكد أنه نيته سليمة، وهو يعني بحث وحسب علمه وحسب المعلومات اللي عنده فسرها بالطريقة اللي هو يبريها. لكن طبعا موضوع ممتلكات بعض النواب القدامى يدري أن ذي السؤال نفسه انسأل قبل 2 سنين لي أول ما حطوني وزير عن الممتلكات، نفس المواضيع قلفير والديون وهالسوالف نفسها، وتكلمنا عنها في المكان ذي نفسه، وتكلمنا في حجر مغلقة. للأسف مجلس النواب مصر أنه هو يتحدث عن أمور من 2006 ل 2012 وما يشوف اللي صار في 2013 2014 سواء كان في ممتلكات أو سواء كان في قلفير. سبحان الله، بنصر يمكن بعد عقب 4 سنوات بيجون بعد دورة جديدة، واعتقد بيجينا بعد نائب جديد للأسف بيتكلم بعد من 2006 ل 2012، وهي الفترة اللي صار فيها المشاكل كلها سواء في قلفير اللي سببت مشاكل الممتلكات. بس أنا اليوم السؤال طبعا عن ممتلكات، فأنا بجاوب عن ممتلكات. أول شيء عشان نبتدي، في الصحافة كتبوا شوايد للأسف شديد، وحتى في التويتر من بعض النواب. طبعا للأسف شديد أعتقد أن الواحد لازم يقول شيء بدقة ومتأكد منه وفيه ذمة، فإن فساد وهذه كالمواد كبيرة، فإذا في شيء سجنونا راونا إياها وحسبونا. فأعتقد لازم شوي نحاسب إن شنو صار في ممتلكات. فأنا إذا ممكن تسمحون لي أعيد اللي قلته يمكن قبل 2 سنين أول ما تم تعييني. طبعا أنا أمثل شركة ممتلكات كوزير، ما له علاقة ذي بوزارة المواصلات واتصالات بتاتا. طبعا أول ما تم إنشاء شركة ممتلكات، يعرفون السادة النواب القدامى كواحد جديد بعد تواصل، إن انشأوها من غير رأس مال. شركة تم إنشائها قالوا تعالوا يا شركة 4-5 أنفار، أخذوا 36 شركة موجودة، بعضها يربح وفعلا زين، MBB بتلكو غيرها، وفي بعضها مثل قلفير يخسر. في 2006 حكومة البحرين قررت عقب ما طلعت كل الدول الخليجية أن هي تخلي قلفير، وكانت قلفير في وضعها تخسر قبل ما أخذت الحكومة وعقب، مو شيء جديد. يعني أنا للأسف شديد اللي الناس ما يقولون أن قلفير اليوم، وهذه فاكت، أحسن حال في 20 سنة اللي راحت. وممتلكات 2013 إنه قلنا يس في أرباح وفي ديفيدند استلمناه مو ب100، ترى يعني في فرق بين أرباح تعلنها الشركات وبين ديفيدند تستلمها الشركات، تستلمها الهولدنج كمباني. بشرحها عقب. بس القصد أن احنا ما زلنا نتكلم في أمور قديمة.
فشو اللي صار طال عمرك؟ انه ممتلكاتيات وقامت تاخذ ارباح الشركات اللي تدخل ارباح، وقامت تدفع حق من؟ حق جلفير. لو جلفير ما كانت تحت ممتلكات شنو بيصير؟ كان انتم بتدفعون لها مثل ما دفعتوا جزء من الخسائر. فاول شيء الديون مو ب 750، لان الدين اللي ناخذ عشان يدفع دين. فما يصير بس ناخذ نقول اوه طلعوا في ابريل او اكو 200 مليون فذي زاد من 500 صار 700. خطا. اللي صار ان ذي الدين عشان ندفع دين قديم. الديون هي 550، 475 راحت حق ضخ في جلفير من 2006 ل 2012. ما زلت اتكلم انا، مو في 13 مو في 14. تغير الوضع يا جماعه، انسوا الموضوع ذي. ليش دفعنا كحكومه كممتلكات؟ لو ممتلكات ما دفعت الحكومه بتدفع، فما تغير شيء. في الاخير بتدفع. انتم قررتوا في 2012، انا جيت اول ما حطوني وزير وبعض النواب موجودين، ينب مقترح نصق جلفير. قالوا لا ما تنصق جلفير. قلنا ما تنصق عشان ندعمها، وحطينا حل. والحل يمكن الناس تذكرونه، قلنا الحل نسقر الشركه، وبذلنا مجهود وحققنا انجاز. الشركه كانت تخسر 200 مليون دينار سنويا، يعني كانت تخسر، احسب بس 5 سنوات، 8 9 10 11 12 بليون دينار اللي قلته انت بالضبط. بليون دينار اختفت. اليوم صارت نزلت من 200 ل 90 اول سنه في 13، والعام اللي هي بنعلنها الحين 60 وصلت، والسنه بننزل اقل ان شاء الله 40 بعد. فاحنا في سنتين وفرنا 250 دينار، من كذي ما حد ياكل، ما حد طلب اعتماد اضافيه. فاحنا ليش نتكلم؟ ما زلنا مصرين نتكلم عن فتره 2006 ل 2012. لا انا موجود ولا اللي غيري موجودين ولا المجلس الاداره الحالي موجود، وانا امثل شركه ممتلكات. اجين انا ما اقول شيء ما متاكد منه، بس انا كعضو مجلس اداره امثلها، اشوف ان اللي صار شيء زين. بس احنا مصرين نتكلم للحين مال 2006 ل 2012. اعرف ليش؟ لانه هو وايد حلو الموضوع، يدغدغ الناس. بس خلنا نمشي يا جماعه. قولوا لنا ما قصرتوا تسوون شغل زين، خلنا نمشي، خلنا نتطور، نبي نسوي شغل احسن. هل بنعد ونكرر نفس الشيء؟ ما اعرف يا جماعه، ما ادري الامانه. اذا شفتونا غلطنا حسبونا على طول، ما في كلام. لكن يقولون لي في تغيير ديوان رقابه في اخطاء، اكيد في اغلاط، بس معظم الاخطاء بعد ما الفتره ذيك. وبعض الاشياء اللي مكتوبه في ديوان الرقابه مردود عليها من اي لزي، واضحه، بتقول ها هاللون اوكي. يعني الغرض ان احنا لما نفرش معلوماتنا عن شركه ممتلكات، شركه حكوميه، ما قد شفنا الشركات الثانيه في العالم يسوون كذي. يا جماعه تشوفون الدول اللي يمنا وتقولون يا ليت احنا نفسها. الدول الثانيه مسوي شركه قابضه اعطوها بلايين، ما اعطوها شركات تخسر، قالوا لها بلايين وروح يستثمري. بالنسبه حق ليش ما نحط في الميزانيه العامه 2013 2014 بنعلن الحين ممتلكات سوت فلوس. ممتلكات شركه قابضه ما تدير دائره الشركات اللي تحتها، ما عندها صلاحيه. قانون الشركات انتم تشريعيين، ما لي صلاحيه انا كرئيس تنفيذي الاخ محمود الكوهجي انه يروح يقول حق شركه سوي كذي. ممنوع. في شيء اسمه كوربريت جفرنس، انتم تعرفونه، حكمه الشركات. هو لا اسهم في ذي الشركه، يحط ممثلينه يحققون سياساته. فحققنا فعلا 109 خلينا نقول 100 مليون دينار ارباح الشركات كلها. بس اللي استلمه انا ب100، انا استلم الديفيدند، الارباح التي توزع في ارباح في الشركات تستبقى لاستثمارات داخل الشركات في MBB ولا باتلكو، او ان ارباح تدفع في احتياطي. فاللي تستلمه ممتلكات في 2013 الارباح المعلنه عاليه، لكن استلمت كاش 60 مليون 64 مليون دينار. وين راحت؟ 20 مليون تدفع الانترست مال اللون اللي دفعته. لو اللون ذي ما موجود كان يعتبر ارباح حق ممتلكات. بس لو ممتلكات ما دفعته، فهموني الفكره، لو ممتلكات ما دفعت خسائر جلفير من 2006 كان انتم دفعتوه نفس الشيء. فيعني تقولون ممتلكات ما ساهمت، لا ساهمت، لان ذي هي مساهمتها، ان هي دفعت الخسائر اللي المفروض الحكومه تدفعها. حسبوا ذي كلها تعتبر ارباح ممتلكات السنين اللي راحت. بس الدوله شافت لنا تخليه تحت ممتلكات، وذي اللي يصير في كل دول العالم. فليش ما ندفع؟ لان قلت لك 60 مليون ذي تخيلها 20 تروح حق انترست، 10 مليون تروح حق شركه تبي بعد ميزانيه تشغيليه، والباقي يروحون يدفعون في ديونهم ويستثمرون في شركات جديده. ولا استثمرت 0 من 20 غلط. هذه بعد معلومات غير صحيحه. توها موقعه في خلال بس 18 شهر شراكات في شركات عالميه، وكلها تبين نتائجها انها زينه، على الاقل 5 شركات. ونعلن كل ما نحط شركه جديده نعلن عنها. واليوم كتبني الديزاين ستيج في بلاد الجزائر، ديزاين ستيج في دوله البحرين، وتوها شاريه مع
دبي القابضة تبي تخلص مشروع واقف في البحرين السلام، فهي قاعدة تستثمر. والمشاريع الجديدة كلها ما شفنا مشروع اللي يخرع والله في ريسك. الحمد لله الوضع زين. لذلك الشركة قاعدة تصير هيلثي، قاعدة تتطور. كانت تخسر قبل لأن قلنا لكم تدون سبب الخسارة، حاطين فيها علة مثل ما يقولون اللي قلتها استنزفتها. بس استنزفتها لو ما استنزفتها هي بتستنزف الحكومة، والحكومة هي نفسها ممتلكات. نقطة بعد أحب أوضحها، ممتلكات إذا أخذت قرض الدولة غير ملزمة فيه، ما في ضمان لقروض ممتلكات، قروضها هي الأسد مالها بس، ولذلك أفضل أن ممتلكات تأخذ القروض للاستثمار. فاكت ثاني، حقيقة ثانية، ما في شركة استثمارية لا توجد في العالم وبعضكم تجار يروح يستثمر ببيزاته كلها، لازم ياخذ قرض أحسن له على اساس تستثمر اكثر. فانك تاخذ قرض عشان تستثمر دي شيء طبيعي، لكن انت تاخذ قرض بانترست ريت 4 بانترنال ريت ريتين 15، هذا الربح اللي تحققه. وهذا اللي يصير اخر الايام في ممتلكات. لاول مره اخر سنتين وضعنا هيلثي، مرتاحين، احنا محظوظين الحمد لله، جينا في الفتره الصحيحه. ما بنقول اللي قبلنا مو زينين، لا، بس اليوم 13 14 احسن اوضاع ممتلكات. يطلع لي نائب يتهمنا ان احنا فاسدين، حرام في ذمته. من الفاسد؟ من اللي باق؟ راونا وسجنونا على طول، ما في كلام. وين الفساد؟ ما يبين عندنا شيء، يعني راونا اذا عندنا شيء ما ندري عنه بعد. فيا جماعه ساعدونا، ترى احنا منكم، يعني احنا نشتغل معاكم مع بعض كلنا. يعني انا اليوم في الحكومه، باكر برا الحكومه، بي واحد غيره بيحاول يشتغل. اليوم كل شيء مبطل، يعني ما في شيء نخش. شركه ممتلكات الشركه الوحيده اللي نائب يقدر يتكلم عنها قابضه. اللي دار مداركم ما يعرفون، ما في فاينانشال ستيتمنت. من يطلع فاينانشال ستيتمنت عن روحه؟ من يقول ارض خذوه في ادامه؟ ما في خساره فلوس يا جماعه، يعلنون ان ادامه خساره 300 مليون. الناس فقاره ما يعرفون، لن دوله الناس. ما في خساره ولا دينار خسر. ارض اعطتني اياها الحكومه، طلعت الارض مراكز بريديه ومحطات كهرباء، ايش تعطيها؟ قامت الحكومه ردتها حق الحكومه. انا كواحد عندنا شفافيه، دام ارض كانت في الاسد عندنا شلتوها نعتبرها خساره دفتريه، بس ما في خسائر فعلا. ارض من حكومه راحت حكومه، واحنا سوينا قصه منها. ليش؟ الناس يسمعونا عبالهم صدق، الحين بياخذون الكلمه ذي وبتنشر ان ادامه خسرت 250 مليون. ما خسرت، ادامه عطوا اراضي ماجره بعقود قديمه، تحصل هذه العقود قبل ما يدفعونها حتى الاراضي ذي. ناس ماجرين اراضي ما حد يدفعها، الحين قمنا نحصل فلوس وقاعد الارباح تزيد. السنه هذه ارباح ادامه اكثر من السنه اللي راحت. فانا اعتقد يا جماعه الخير، انا اعتقد بعد يمكن يجي واحد غير يعقب، تكلموا عن الفتره هذه، تكلموا عن 13 14 2006 انا ما كنت في الحكومه، حتى 2007 ما كنت في الحكومه، 10 ما كنت في الحكومه، 11 ما كنت في الحكومه. حشونا عن الفتره ذي، ونفس الشيء ديوان الرقابه بعد التقرير نفس الشيء. انا اعتقد ان احنا قاعدين نلف ونضيع. اعتقد انتم يعني متاكد ان نياتكم كلها سليمه، تشوفون ذي الشيء تختهرون، ما نلومكم. يعني انا بعد قبل سب بعد استغفر عظيم في شركه قلفير، لان كلنا نحتار ان نشوف ان نسمع الحكي ذي نصدقه، لكننا بعد قلفير جيناكم في 2011 قلنا لكم نصكها، قلتوا لا ما نصكها. زين الحين تقولون ليش ما صكتوها؟ فمسامحه يعني، سامحوني تكلمت بصراحه، لا نفيد بالماسيات ولا شيء، بس لازم نضحها، نبي نمشي، نبي يعني وي جو فورورد، وحاسبونا على اليوم. شكرا. شكرا سعاده الوزير. الاخ محمد تفضل. شكرا للاخ الرئيس. بس في البداية عندي نقطة، يعني مع احترامي الشديد لأخي العزيز وزير المواصلات، إلا أنني أطلب شط موضوع حلو يدغدغ الناس. نعم. احنا الآن هني ندافع عن أموال الناس، صح. وأنا تكلمت في كلامي عن أمور حدثت في تقرير ديوان الرقابة المالية الحالي. موضوع ممتلكات لأنه هو متسلسل من 2006 ل 2015، أنا مضطر أتكلم فيه من البداية للنهاية. موضوع مسؤولية الوزير هي شيء آخر، ولكن موضوع حقائق شركة ممتلكات شيء آخر. الوزير جزاه الله خير يقول إن وضع شركة طيران الخليج كان أفضل، وأنا بينت لكم ليش أفضل، ولكنني أنا أتحدى أن يقول الوزير متى شركة طيران الخليج راح تحقق أرباح. أنا أقول لكم خلال 10 سنوات راح تضخون أموال وبتضخون أموال وبتضخون أموال. هذه النقطة الثانية، هاي النقطة اللي أنا أحب أوضحها. أيضا قال الوزير أن الشركة شركة ممتلكات تأخذ قروض، وما في شركة في العالم قابضة تدش مشاريع بمقتنياتها الخاصة أو بأموالها الخاصة.
انا اقول ايضا ما في شركه في العالم تاخذ قرض عشان تدش مشروع، في جزء من اموالها وجزء قروض. لكن اللي صار الان كم انت بتضخ من اموال ممتلكات اذا كانت هناك اموال، وكم بتاخذ قرض. هذه قروض ايضا راح تستخدم. احنا عندنا تجربه مع ممتلكات 20 مشروع عرضته امامكم، 20 مشروع ويتحمل نتيجه مجلس الاداره، ما في مشروع تحقق منه. هل ايضا هذه المشاريع المستقبليه اللي تكلم عنها سعاده الوزير راح تكون نفس المستقبل السابق ونفس القروض 500 مليون؟ الان انا اقول لك يا سعاده الوزير اذا انت مو براضي على موضوع 750 انا اقول لك خلها 500 علشانك. هذه مبلغ ايضا مو سهل، نص مليار قاعد نتكلم عنه، 500 مليون. المسألة مو مسألة اختلاف الأرقام، المسألة مسألة وضع مالي للشركة. أنا ما قاعد أحاسب الوزير على شركة ممتلكات كلها، بالعكس أنا بحط يدي في يدي ونشوف شنو الحل. الآن الوضع خطير. أنا أتكلم عن شركة طيران الخليج، ولما يجيني في هذه المبالغ، أنا المبالغ تكلمت عنها، هذه التقرير اللي بنناقشه مجلسكم مبالغ هائلة فيها فساد. إذا مو فساد تقرير الرقابة نتكلم عن شنو؟ إذا تقرير ديوان الرقابة المالية اللي نتكلم عنه الحين ما يتكلم عن فساد، عن من اللي يتكلم عن فساد؟ أنا أبي أعرف معالي الوزير شنو سووا مع طيران الخليج عقب هذه الأمور اللي صارت؟ شنو سووا مع شركة ألبا عقب هذه الأمور اللي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية؟ احنا ما قاعدين ندغدغ مشاعر الناس، احنا قاعدين نتكلم عن وقائع وأرقام. أيضا يا أخوان يقول معالي الوزير، الأخ الوزير يقول إن شركة ممتلكات قرضها ما له شغل في الحكومة. وأنا أقول لكم أن تأثير شركة ممتلكات على التصنيف الائتماني في مملكة البحرين تصنيف مباشر. إذا كانت الشركة مديونة فهو يدخل في تصنيفها الائتماني. والآن أنا أقول لكم شركة ممتلكات صعبة تأخذ قروض، شركة وضعها المالي سيء صعبة تأخذ قروض، لذلك هي لجأت إلى طريقة أخرى، تصنيف ائتماني أقل. أنا لما أتكلم عن فساد أتكلم عن تقرير ديوان الرقابة المالية، ما أتكلم عن شخص الوزير. شخص الوزير له الاحترام والتقدير، وهو شخص بالفعل لما مسك هذه الأمور أصبحت أحسن، ولكن هو يعلم أن التركة ثقيلة، ولذلك أيضا الحكومة تعلم أن التركة ثقيلة. لذلك جاء لمجلسكم الموقر الأسبوع قبل الفائت رسالة بالوزراء الذين يشرفون على هيئة ممتلكات، والحكومة غيرت سعادة الوزير ووضعت وزير التجارة. نعم أنا أقول لك ليش لا زال، الله يسلمك. أنا بالفعل أنا مرتاح أنه هو لا زال وأبغي يستمر ترى، ولكن أقول لكم أن الحكومة نظرا لهذه المواضيع اللي أعرضها أمامكم غيرت الوزير. ما تبي تجيب واحد وزير قدامكم ما تقدرون تكلمونه. ولكن اللي ما درت عنه الحكومة أن وزير ممتلكات يعين بمرسوم ملكي وليس بقرار إداري. لذلك سعادة الوزير موجود أمامنا، وأنا أقول له ترى احنا نبيك استمر معنا. احنا إن شاء الله أنا أعتقد الحل الوحيد يا أخوان، وأطلب دعم الجميع في تشكيل لجنة تحقيق في شركة ممتلكات، نقف على الأرقام الحقيقية ونقف على الوضع المالي، وأنا أطلب دعم مجلسكم الموقر في هذا الموضوع. وشكرا. شكرا. اسمح لي سعادة وزير مواصلات. أنا أول شيء مرة ثانية أشكر سعادة النائب، وصدق التركة ثقيلة، بس بعض المعلومات تبى أبينها. كل شركة عندها رأس مال أكوتي. ما في بنك في العالم، والبنوك تعرفونها أكثر واحدة تبي الأرباح، ما تعطيك قرض إلا إذا تدري أن أنت عندك أسيت وأكوتي تقدر تسمح لك تأخذ قرض. فإحنا كل القروض اللي ناخذها على المشاريع الجديدة هذه أكيد نحط فيها نسبة من الفلوس اللي ما ترد الحكومة، وجزء منها قرض. فهذه مستحيل بنك بيعطيك قرض ويدين أنت ما بتسدده، فهو هذه جارانتيد. النقطة الثانية بالنسبة حق أنا وزير أمثل مجلس الإدارة ممتلكات، ما له علاقة بأن وزير مواصلات اتصالات. بالعكس ما أعتقد الحكومة أخذت القرار لأنها تخاف وما تخاف. هذه حقائق موجودة، وأعتقد إحنا مستعدين ندافع عن الحقائق الموجودة وبدون. أنا أعتقد بالعكس في good story to tell about ممتلكات. الشيء الثالث اللي هو ما بنساه عن جلفير والديوان الرقابة. طبعا السؤال ما له علاقة بجلفير ولا ديوان الرقابة، وديوان الرقابة بيجي وبتقولون ها، وقلت لكم بعض المعلومات الموجودة لها تفسير. طبعا ما أعرف شيء عن ألبا، ما قد دخلته بصفتي عضو مجلس إدارة في جلفير، عضو مجلس إدارة في جلفير. أعرف قريت اللي موجود وعرفت أشياء بالعكس مبين ها أن توازنين أن سويتوا هالأشياء، بتقولونها متأكد أنا لأن بسهولة نقدر نشرحها. لكن عن ألبا ما أعرف، لكن متأكد أن في ناس مختصين
في ألبا، وأنت قلت أن ألبا هي الشركة الوحيدة اللي تربح، يعني بيردون على الأسئلة، لكن أعتقد مو بالوقت المناسب. شكرا سعادة الوزير.